الأهلي وإنتر ميامي مباراة مش هتتعوض تاني في المجموعة دي مقارنة بالمستوى اللي شفناه ومستوى بالميراس وبورتو. نقدر نقول إن الشوط الأولاني كان شوط تألق الحارس بتاع إنتر ميامي، والشوط التاني كان شوط ميسي. احنا شوط كنا الأولى إن احنا نكسب فيه هدفين ثلاثة في الشوط الأولاني، وغير ضربة الجزاء اللي ضاعت من تريزيجيه. مفيش نصيب، لانه بصراحه احنا مش عارف ليه، ايه السبب ان هو شاطها. ما شاطهاش زيزو ليه؟ لانه من اكتر الناس اللي بتجيب ضربات الجزاء يعني. انا ما اعرفش ليه تريزيجيه شاطها، بس مش مشكله. الشوط الثاني تألق كبير جدا بقى من الحارس بتاعنا الشناوي. يعني انا عايز اشكره في الفيديو ده، انه من احسن الماتشات اللي انا شفتها له في تاريخه مع النادي الاهلي. وطبعا حارس بطل. في مجموعه لاعبين تألقوا في الماتش ده: ياسر ابراهيم، مروان عطيه، طبعا اسامه ابو علي شال كرة من على الخط. كل اللعيبه، حمدي فتحي ومروان عطيه ولاعيبه النص بالذات. زيزو في اول مشاركه، مع ان الواحد زعلان على اصابه امام، ولكن زيزو نزل كبديل، عدل الملعب عشان هو برده كان الراجل عنده حته في التشكيله كان بادئ بيها. برده كان فيها لغز شويه ان انت تلعب بامام وينج او تلعب بحمدي فتحي وينج وتخلي امام في نص الملعب. دي كانت انا مش فاهمها. لما حمدي فتحي دخل في القلب بعد طلوع امام الاصابه، وابتدى زيزو ينزل ناحيه اليمين وتريزيجيه شمال، احنا كنا خطيرين جدا. محمد علي بن رمضان عمل ماتش كويس جدا، وهو اللي كان عامل لنا استحواذ في نص الملعب مع مروان وحمدي فتحي، وكنا بنكسر كل هجمات انتر ميامي. وكان ميسي وبوسكيتس وكل اللعيبه بتاعت نص الملعب والهجوميين ما كانوش يقدروا يعملوا حاجه على المرمى عندنا. حاجه اخيره بس، في غلطه برضو نقدر نقول عليها، انه انت نزلت زيزو بديل لامام عاشور عشان الاصابه، يعني تغيير اضطراري. وزيزو اجاد في الملعب، وتريزيجيه عنده قوه هجوميه كبيره جدا. ايه اللي يخليك تطلع الاثنين الاجنحه النهارده دلوقتي تاني، وتطلع زيزو بالذات، وبعدين نزلت حسين الشحات اللي بالمناسبه ضيع كره زي دي كده؟ بص، في بدايه الهجمه زي ما انت هتشوف كده في الصوره على الشاشه، كنا رايحين 4-2، بقى فضل يدوس على الكرة ويمشي قدام لغايه ما اتقطعت منه، وبقى الدفاع كله ارتد. بتاع لو كان بصاها عملها ثرو لاي حد من الناحيه الثانيه من اللعيبه اللي راح معاها. انت رايحين 4-2 يا حسين، بتعمل ايه يا حسين؟ بتعمل ايه يا حسين؟ انا ما اعرفش ايه هو يعني. طب ما انت كنت نزلت بن شرقي، هو يعني على الاقل اجهز وكان بيلعب الفتره اللي فاتت. بس ممكن نقول انه ريبيرو برضو يعني بالنسبه له كاول ماتش ولسه ما يعرفش اللعيبه قوي، يعني اول مباراه رسميه ليه. احنا كويس قوي ان احنا طلعنا تعادل. احنا كنا بس طمعانين ان ربنا يكرمنا، كنا في الشوط الاولاني نكسب واحد او اتنين من الاهداف اللي ضاعت دي كلها. ان شاء الله تعالوا الماتشات الجايه، والرجاله بتاعتنا ان شاء الله قدها. والسلام عليكم.